فضيحة للتاريخ تسجل بأمريكا هلا بهالوقت، فضيحة للتاريخ. أمريكا والفيفا جابرين مصر وإيران يلبسوا شارة المثليين ويرفعوا علم المثليين بالملعب، إيران ومصر، ورفضوا. مصر وإيران يد واحدة ضد مباراة لدعم المثليين خلال مونديال 2026. أمريكا والفيفا ضاغطين مصر وإيران لتنلعب المباراة ضمن ارتفاع العلم مع شرط قيادي. تخيل محمد صلاح ولا اللعيبة يدخلوا أرضية الملعب وهيدا العلم مرفوع قدام مصر وقدام إيران. أقسم بالله فضيحة تاريخية. نحن عارفين مش حيقبلوا لا مصر ولا إيران ولا حتى نحن، مستحيل نتقبل هيدا المنظر. بس أقسم بالله يلي عم يصير بأمريكا هلا حاليا هيدا استفزاز للعادات والتقاليد يلي نحن بننتمي لها. استفزاز العادات والتقاليد. تحط هيدا الشعار ويرتفع بالملعب. عنده مشاكل سياسية مع إيران، شو دخل الملاعب وشو دخل اللعيب المنتخب الإيراني ولا المنتخب المصري؟ شو دخل؟ اقسم بالله عرفونا التنظيم الامريكي على كأس العالم. روحوا اقصر تنظيم بتاريخ كأس العالم، وهيدا المنظر لا حيصير ولا حتشوفوه ولا حتشوفوه قدام عيونكم. فهل تنجح مصر وإيران في إلغاء فعاليات المثليين في مونديال 2026؟ عاجل ورسميا كارثة فضيحة في تاريخ الفيفا. لاعبي منتخب مصر وإيران يرفضون إقامة مباراة مصر وإيران. الاتحاد الدولي حدد قبل ساعات بأن مباراة مصر وإيران هي ستكون لدعم فئة الميم. انتوا تعرفون مين الميم اللي غير الفطرة السليمة. لعيبة مصر احتمال يقدمون الانسحاب التاريخي من هذه المباراة. حتى لعيبة إيران رفضوا. الفيفا انت على كيفك تحط مباراة بين منتخب عربي والإيرانيين فيهم مسلمين كذلك، مش معقول. يعني حطها بين ألمانيا وإنجلترا ما في مشكلة، وما هذول يحبوا يعبدون هذا الشيء. هولندا، بس مصر وإيران خاصة دولة مصر الحبيبة، لا 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 معلش الفيفا اعطوني رايكم. احنا ولا ديننا ولا عقيدتنا ولا اي حاجه في الدنيا تخلينا ان احنا ندعم شويه المخرومين دول. ايه علشان خاطر كوره يعني ولا مونديال ولا كاس عالم يا باشا؟ حتى يوم ما نوصل ربع نهائي نص نهائي ولا حتى نهائي، حتى لو هناخد البطوله بالمنظر النجس ده احنا مش عاوزينها. ترشج لي الملعب بالاعلام بتاعه المخرومين. ايه الميزه في كده؟ مش فاهم يا جدعان. شويه مخرومين كلهم بيخرموا في بعض. حاجه زي دي ملهاش غير حل من ثلاثه، لا اما هتغير لنا ميعاد الماتش خالص، لا اما مش هتحط اي حاجه من بتوع المخرومين دولت في الماتش. اما مصر وايران الاثنين يتسحبوا وبالشم البطوله على بالشم المخرومين على بالشم امريكا. لو كمان جاي بيقول لك ان المفروض ان الكابتنين بتوع الفريق هيلبسوا الشاره بتاعه الناس اللي مؤاخذه بيلبسوا انضر. قسما بالله اتحاد الكره لو ما اتصرف واللاعيبه لو لعبت على الوضع ده قسما بالله عيني ما تلمح حتى دقيقه واحده من مباراه مصر بتلعب فيها. منتخب مصر لازم الماتش الجاي ينسحب، وده لان مصر وايران قدموا التماس للجنه المحليه لسياتل بان ما يتحطش علم الاشخاص دول في مباراه مصر وايران، وانتظرنا الرد، وللاسف الرد كان بالرفض، وان المباراه ستقام وان الاعلام دي هتكون موجوده في ركنيات الملعب. رفضوا بشكل قاطع التماس لمنتخب مصر وايران وانه هيلعبوا بالوضع ده. وانا ما اعرفش منتخب الساجدين اللي هو معروف بلقب منتخب الساجدين، حرفيا منتخب مصر المفروض يكون ليه دور، حتى لو على حساب دورك في كاس العالم او وضعك في كاس العالم او الثلاث نقط ولا النقطه اللي انت عايز تاخدها من كاس العالم، لان المفروض انت ما توافقش في حاجه زي دي. وحتى الان كل اللي احنا عارفينه ان منتخب مصر هيلعب المباراه دي ومفيش اي حاجه ممكن نسمعها خلال الايام اللي جايه، بس احنا مستنيين رفض قاطع لاقامه المباراه على المنظر ده. قطر ومنتخب قطر مش عنده شهامه عنك، منتخب قطر وبلد قطر ما عندهاش جرأة عنك. انا شايف ان لازم يكون في ردة فعل. الواحد مش حابب يتكلم في الموضوع او يحط نفسه دلوقتي لان هو ما نعرفش المنتخب ناوي على ايه، ولكن يعني اتمنى يكون في ردة فعل على حاجة زي دي. أحداث كأس العالم اللي عليها الكلام بدأت تولع حرفيا. المنتخب المصري بيواجه منتخب إيران في مباراتهم الجاية، ولكن وش المفاجأة اللي بتصير خلال مباراة مصر وإيران؟ طبعا إدارة الفيفا أبلغت منتخب مصر ومنتخب إيران أنهم راح يرفعون يعني وقت مباراتهم راح يرفعون شعار يعني الطوط، شعار هذا اللي تحت علم أمريكا. وعلى حد علمي الاتحاد المصري لكرة القدم يطالب أنهم يقولون لا ترفعونه امنعونا من الردى. فنشوف المباراة الجاية وش يصير، وإن شاء الله ما يرفعونها بإذن الله. أهم مباراة في البطولة دي
مباراة مصر مع ايران، لانها توافق في سياتل، لان المباراة تلعب في سياتل، لانها توافق اليوم العالمي للفرافير اللي هم مين؟ الملونين، اللي يجيك ملون من غير ايفون ما هو ملون يعني. فان شاء الله يعني حكومة سياتل تقول لك احنا هنحتفل وهنلون الملعب، فان شاء الله منتخب مصر ياخذ موقف، ومحمد صلاح محمد صلاح ما يلبس، ممكن يلبسوه كابتنيه ملونه يرفضها. واحنا مع المصريين واخواتنا المصريين هم حيويه وعزم وهمه، والمصريين اي فرفور شوفوه شوتوه، واحنا بنكون ان شاء الله اللي بيحب معاكم شوت معاكم. مصيبة راح تصير في مباراة مصر وإيران يا أخوان، راح يكون في دعم للفئة ذي، كخة عليك، وحيجيبوا أعلامهم في المباراة هذه يمكن 50 علم، مع إنه يا أخوان مصر وإيران يا أخوان رفضوا إنه هذا الشيء يصير في هذه المباراة، لكن الفيفا أصر إنه هذا الشيء يصير في ذي المباراة. عشان تعرف كيف نظام الفيفا يقهر، ما أعرف كيف المباراة هذه تقام، لكن الله يعين. بس الله يكرمك إن شاء الله متابع عشان نقول لك أي تطور جديد يصير في المباراة دي. هم شافوك بتسجد فاهم، ولعبتك رجالة، فقال لك نحط لهم العلم اللي قدامك ده عشان نبوظ الدنيا. وبالذات ايران برضه هتلاعبنا، وايران في مشاكل وماتش ما بين مسلمين ايا كان حتى لو في عقيده وبتاع، ويوم عاشوراء، فنحط لهم العلم، مع ان قالوا مش هيدعموا الكلام ده تاني، بس دخل لك دي في دي. طب اشمعنى انت عندك المانيا كده يقول لك لا هو الماتش ده بالذات فاهم، ويقول لك السياسه ومش السياسه والدين ومش في الكوره وبتاع. طب واحد يقول لك مبادئ ايه يا ابني؟ ده حرام. انت عارف دول بيعملوا ايه؟ طيب مبادئ ايه ده؟ انت دينك بقى، انت بتتكلم في حاجه ما خلاص ده خط احمر. انا عارف ان كل الدول العربيه هتدعم مصر ما عدا دوله، وهتقف معاها، وان شاء الله باذن الله الماتش ده يا اما انسحاب يا اما يتلغي الهبل اللي بيحصل ده. طب احنا لو اتاهلنا يعني وحلينا المشكله بتاعت ماتش مصر وايران، نقابل مين لو صعدنا اول حتى الان؟ كوريا الجنوبيه، ولو صعدنا تاني استراليا او باراجواي، ولو صعدنا تالت البقاء لله بقى هنقابل مين بقى؟ شوف بقى عتاوله والعناتيل بقى كلهم. نحل المشكله بتاعت ماتش ايران باذن الله وهتتحل باذن الله، ونخش بقى على ايه الماتشات اللي جايه. هنقابل مين من التالت؟ خلي بالك برضو ما هو منتخب كوريا شبشب فاهمنا، لسه امبارح كانت جنوب افريقيا مدياله بالشبشب، فلو قابلناه بقى تاريخ والله. يا اخي الله يعز الاسلام والمسلمين. يمكن البعض يشوف هذه التفاصيل بسيطه او ما اشوف كثير يتكلموا عنها، ولكن هي فعليا مهمه عشان الناس كلها تعرف انه احنا المسلمين ما ندعم دي الاشياء، واحنا ضد هذه الاشياء وما ندعمها. طبعا الستاندرد والطبيعي اذا في رجل مباراه فاز لازم يصوروه بهذه الطريقه مع هذه الشركه اللي ما نبقى قايل اسمها، ولكن اذا كان اللاعب مسلم ورافض انه هو يدعم هذه الفكره ورافض انه هو يدعم هذه الاشياء، شوف يكون كيف الخلفيه وكيف يكون الكاس بدون الشيء اللي هم حاطينه. الله يعزنا يا شيخ. تعرف ان الاتحاد الايراني هدد بالانسحاب من مباراه منتخب مصر اللي جايه في كاس العالم بسبب انشطه اللامؤاخذه بعد خطاب اتحاد الكره المصري اللي بعته للفيفا اللي اكد فيه رفضه التام لاي فعاليات وانشطه من الحاجات اللامؤاخذه دي. ده بعد ما الفيفا قال للاتحاد المصري ان اللجنه المنظمه متمسكه باقامه احتفالات خارج الملعب مش جوه الملعب، واحنا مش هنيجي نحكم. الاتحاد المصري قال لهم احنا مالناش دعوه بالكلام ده، انتوا ليه هتجبرونا على تقبل حاجات لا في معتقداتنا ولا في ديننا؟ نفس الامر بيطلع علينا واحده من لكن منتخب مصر ده عنصري، وانه بيسمي نفسه منتخب الساجدين، وبيقعدوا يقروا الفاتحه قبل ما بينزلوا الملعب، عايزه تقيم الراي العام على بعضه، لكن احنا اخوات واعيين قوي للكلام ده. اللي باكده لحضرتك على عكس اللي البعض بيحاول يروج له ان منتخب مصر مش هينسحب من المباراه، ان منتخبنا الوطني وصل من شويه سياتل. لو مش متابع كمان فبعد فوز جنوب افريقيا ضد كوريا الجنوبيه اصبح منتخب مصر مرشح وبقوه لملاقاه كوريا الجنوبيه في دور ال 32 في حال تاهلنا كاول مجموعه ان شاء الله. لكن تعرف ان حتى منتخب مصر لو لا قدر الله خسر مباراه ايران كده هيتاهل بحسابات مختلفه، وفي حاله فوز او تعادل المانيا ضد الاكوادور منتخب مصر يعدي. ان الحاله الوحيده هنا ان منتخب مصر ما يعديش فيها لدور ال 32 كاول او ثاني او حتى كافضل توالد، ان منتخب ايران يكسبنا 4-0. اما لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها ده ترتيب افضل توالد، واللي هيتاهلوا لدور ال 32 اتوقع ان منتخبنا الوطني هيعدي كمتصدر مجموعه وهنقابل كوريا، ولا ممكن يبقى ليها حسابات مختلفه. مصدر في منتخب مصر بيعلنها بشكل صريح وبيقول لك مش هنشارك في اي حاجه تروج للمؤاخذه، اللي ما تمش ابلاغنا في اي شيء بالقصه دي، وموقفنا ثابت ومش هيتغير ابدا. احنا وايران متفقين على اننا مش هنشارك في اي حاجه، حتى لو الفيفا طلبت مننا ان احنا نشارك، فمنتخب مصر لن يشارك في الترويج لمثل هذه الامور. عايز اقول لك كمان ان المتحدث الرسمي باسم المنتخب الايراني اعلن نفس الشيء، وقال لك ان احنا ومصر بتربطنا علاقات دينيه وثقافيه. الاراء اللي عبرت عنها الدولتين بتقول ان احنا مش هنشارك في اي حاجه تخص الترويج للكلام ده، وان موقفنا احنا ومصر واضح وثابت وبلغنا الفيفا بيه، ان المنتخبين مش هيشاركوا في اي حاجه خارج او داخل الملعب تخص الترويج للحمله بتاعتهم دي. لازم الفيفا ياخد في اعتباره مخاوفنا من القصه دي، ان معتقداتنا وديننا وشعبنا مستحيل يقبل بالكلام ده. كده احنا ومصر هناخد كل الخطوات اللازمه والاجراءات ضمان عدم اقامه اي احتفالات او اي شيء يخص العبط اللي هم بيقولوا عليه ده. لو مش متابع القصه من اولها يعني، فاللجنه المنظمه لمباراه منتخب مصر
مصر ضد ايران في كاس العالم 2026 في مدينه سياتل عايزه تعمل بعض الانشطه المرتبطه باللامؤاخذه، ده اللي رفضوا رفض قاطع مصر وايران زي ما انت سمعت في كل الفيديو. امر وصل كمان ان ايران هددت بالانسحاب، ودلوقتي في دعوات كبيره جدا 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 من الجمهور المصري والعربي منتخب مصر ينسحب. تقدر تقول لي من وجهه نظرك القصه دي هتخلص على ايه؟ ان بصراحه لو الفيفا اصر على ان الاحتفالات دي تتعمل احنا ننسحب اكرم لنا واحسن لنا، وهنفضل رافعين راسنا الى ما لا نهايه. والله مباراة مصر وايران هتتلعب في ميعادها. هتقولي لا مش صح لان محمد قال على صفحته ان هم هيجبروا محمد صلاح ان يلبس اشاره الكابتنه وعليها دعم المثليين. اقول لك محمد لو ابوه شغال في الكونجرس مش هيقول كده. روح لمحمد وقول له يبطل هري. هتقولي طب ما هي ناديه طلعت وعملت فيديو وقالت ان هم هيحطوا على رايه الكورنر علم المثليين. خليكي في المحشي ورق العلم يا ناديه. ناس يا جدع كبروا الموضوع قوي وحسسوك ان المباراه هتتذاع على قناه الجزيره يا اما العربيه او قناه الحدث، واللي هيغطيها مش البين سبورت. الله يمسيه بالخير طارق عبد الجابر، وكأن المنتخب المصري تحت الاقامه الجبريه هناك في امريكا. كل ما في الموضوع ان اللجنه المنظمه ربطت اسم المباراه بتاع مصر وايران بمباراه الفخر عشان يوم الفخر بتاعهم اللي هو يوم 26 دعما للمثليه. وانا ما اعرفش ايه الفخر في كده. ايه الفخر في ان اتنين بيركبوا بعض او بيفتحوا بعض او بيروحوا يلعبوا ببعض؟ انا مش فاهم يعني. ولكن المنتخب المصري رفض، الاتحاد الايراني برضه رفض، وكان المقصود بكل دوت ان هم يعملوا شويه فعاليات. لا محمد صلاح بقى يلبس اشاره كابتنه زي ما الناس طالعه تقول، ولا الرايه بتاعه الكورنر ولا بتاع. كانوا هيحطوا شويه اعلام وشويه فاعلات داخل المدرجات. المنتخب المصري رفض الموضوع دوت والاتحاد الايراني، والاثنين هددوا بالانسحاب. وغالبا كده مطالب المنتخب المصري والايراني هيتوافق عليها. لا انت هتشوف علم المثليه جنب المنتخب المصري ولا علم المثليه جنب المنتخب الايراني في ارضيه الملعب، وهيحاولوا يمنعوا وجود واخد بالك العلم دوت في المدرجات. احتفل بقى في محيط الملعب في الخارج، احتفل في مدينه سياتل زي ما انت عايز، ولكن لازم تبقى فاهم ان توفيق الدقني قالها احلى من الشرف مفيش يا ولاد المرأة. انت عايزني احترم ميولك وانت مش عايز تحترم عقيدتي وديني اللي جابونا. انا مش فاهم والله. العيال دي محتاجة واحد صعيدي بس ما يكونش فطر، لان لو فطر هيتعبهم كلهم. فاتمنى التوفيق للمنتخب المصري، وان شاء الله نكسب وناخد ال3 نقاط. المباراة هتتلعب وكل حاجة، وباذن الرحمن مصر تصعد اول المجموعة، وهو ده اللي المفروض يشغلنا يا شباب الوقت ده. مصر وإيران ممكن ينسحبوا من بطولة كأس العالم بسبب أنه في مباراتهم الأخيرة حيكون في حفل ودعم للمثليين. فهون الاتحاد الإيراني ما وافق ولا الاتحاد المصري، وقدموا شكوى للفيفا أنه هيدا الشيء ولا ممكن يكون موجود. فالفيفا رفضت لحد الآن. وفي بطولة كأس العالم ماخدين بروتوكول انه هيدا الدعم المثليين واجب في هذه المباراة. فدولة ايران اتدخلت ودولة مصر ايضا اتدخلت. بحال حيكون في دعم للمثليين في هذه المباراة حيكون في انسحاب للمنتخب المصري وايضا للمنتخب الايراني، لحتى نشوف انه هن كيف بيعملونا. بالقوة بدهم ايانا ندعم المثليين في مباراة بتجمع بين دولتين مسلمين، دولة ايران ودولة مصر. فهذا الشيء مرفوض تماما، وممكن يتم انسحاب منتخب المصري ومنتخب الايراني بحال تم فرض دعم المثليين في المباراة. بيقول لك منتخب مصر هينسحب من ماتش ايران بسبب اللي هم عايزيننا نعمله. الامريكان ولاد اللي عايزيننا ندعم ايه؟ لا مش احنا اولاد المجانين. عايزين تدعموا انتوا، احنا بره عنا، انما احنا مش هنشارك في العبط ده. قال لك بس الشهاده لله هو اللي هيحصل، مش انسحاب. هو لحد دلوقتي مفيش اي كلام رسمي، بس اللي اعتقد انه هيحصل بنسبه 100% لو الموضوع ده تم، ان منتخب مصر ومنتخب ايران الاثنين هيتفقوا مع بعض ان هو يعملوا حاجه معينه يعبروا بيها عن رفضهم الحاجات اللي هم عايزيننا نعلن عن موافقتنا على الحاجات اللي هم عايزيننا في ايه، او يعني كلام بقى من خلاص بقى منتخب ايران انسحبوا، عبروا عن رفضكم، واحنا هنسحب بعديكم على طول، وراكم على طول كده في ديلكم، بس انتوا انسحبوا الاول انتوا واحنا وراكم. ما وراه احنا ما صدقنا نكسب في كاس العالم وهنتاهل. انتوا احنا وراكم، بس ما توصلش ايه لا مش احنا، لا والله ننسحب عادي ويولع كاس العالم. يا عم نعمل كاس عالم، احلى كاس عالم نعمله في الدق هنا. ايه يعني؟ شوفوا قلة احترام الفيفا للإسلام وقلة الحياة متاعهم، ما يحترموش المسلمين ولا حد شيء. مختاروا كان مباراة مصر وإيران، وقالك اسم المباراة هذه اللي هي
الفخر ولا الافتخار بدعم المثليين. مباراة مصر وإيران اختارها مباراة لدعم المثليين، وسيكون هناك حفل للمثليين. إيران بعثت طلب للفيفا ترفض فيه الموضوع، مصر بعثت طلب للفيفا ترفض فيه الموضوع، والفيفا بعثتهم يشيتوا، ما تلفتت لهمش الفيفا وقالت لك ستكون هذه المباراة باسم الافتخار بدعم المثليين. مختاروا كان مباراة مصر وإيران. المنتخبات الأوروبية والأمريكية لا، لازم مباراة مصر وإيران. بعبع إفريقيا شاد النحس، مالك منحوس؟ عاد كنتي فرحان والشعب المصري فرحان، مالكم منحوسين؟ النهارده الماتش ديالكم مع إيران الاحتفالات الألوان يكونوا داخل الملعب مسبوح بهم، وخارج الملعب في الضواحي في النواحي في جميع الأزقة ديال سياتل. هذا سميتو بالنسبه لي النحس. ممكن ايران لا بغات دير فيها زعما لي زوم تقدر تنسحب، ولكن انت غتنسحب. ما تخليش محمد صلاح يدير الشراد الالوان، ما تخليوش الرايات ديال الالوان يتهزوا في الملعب، راه ما يمكنش. واصلا راه ماشي الفيفا اللي نظمت هذا الشيء، هذه لجنه محليه في سياتل، التوقيت ديالها جمع التوقيت ديال المباراه ديالكم اصلا قبل ما تبدا القرعه ديال كاس العالم. سبحان الله نتوما وايران طحتوا في هذا النهار هذا. غتنسحبوا ويلا عنك تنسحب. الا انسحبتي يهبطوا عليك بعقوبات في الفيفا. راه ممكن 2030 في المغرب واسبانيا والبرتغال ما تلعبش، ما بغيناهاش. الله يودع احتفلنا معكم باول انتصار في التاريخ ديال كاس العالم، تمشي تنسحب؟ لا. ايوا زهرك البرايد ويكند، زهرك. سبحان الله مصر وايران غير هما سبحان الله منحوسين. حنا حنتفرج فرقه ما كنسينو شنو غديروا يا بابا افريقيا. بيس. مش جاي اقول لك مصر انسحبت من كاس العالم، ولا جاي اقول لك ان احنا لازم ننسحب من كاس العالم. في الاول كده عايزك تقول لي ايه رايك في الصوره دي، صوره ان انت شايف علم بلدك جنب العلم ده وعادي. الكلام اللي منتشر دلوقتي على السوشيال ميديا مش كله صح ومش كله غلط، بمعنى مفيش اي اثبات بيقول ان الكورنرات بتاعه الملعب هيكون فيها الاعلام دي، ولكن اللي اقدر اثبته لك ان المدرجات والشوارع كلها هيبقى فيها الاعلام دي. طبعا دي حاجة غير مقبولة لمنتخب مصر المعروف ان هو منتخب الساجدين. طب لو تم تأكيد ان الكورنرات بتاعة الملعب والرايات والاعلام وان علم ده هيتحط مثلا وسط علم مصر وايران في الملعب في البرومو مثلا ولا الانترو بتاعة الماتش اللي هي الدخلة بتاعة الماتش دي، يبقى صدقني مش مهم كاس العالم، مش مهم اي حاجة قدام مبادئك وقيمك ودينك. لو الكلام ده فعلا حقيقي فصدقني قرار الانسحاب من الماتش هو شرف لينا قبل ما يكون هزيمة. وانا عارف ان انت لو انسحبت من الماتش هتتعرض لعقوبات من الفيفا علشان خاطر انت انسحبت من بطولة زي كاس العالم. عقوبات بقى زي مثلا انك تتحرم نسختين من كاس العالم ما تلعبش التصفيات بتاعتهم اصلا، وعقوبات انك تتحرم من البطولات الدولية كمان. وانا متأكد ان الاتحاد المصري ولاعيبة منتخب مصر مش هيقبلوا بحاجة زي كده، وان شاء الله مش هنوصل لنقطة ان احنا ننسحب من الماتش. لا، احنا رغباتنا هتتم ان شاء الله ومش هنلعب والاعلام دي موجودة. انا بنزل الفيديو ده وانا متاكد بنسبه 100% ان الاتحاد المصري لكره القدم هيرفض اي حاجه تماما ليها علاقه بالاعلام دي، لان الكلام برضو اللي سمعناه ان هيبقى في شاره الكابتن من الاعلام دي، ان الارقام اللي على الظهر ممكن تكون من الاعلام دي. كل الكلام ده اشاعات وموجود، احنا مش عارفين صحته من العدم، ولكن اللي انا عارفه ومتاكد منه فعلا وبكررها ثالث مره ان الاتحاد المصري ورجاله مصر مش هيوافقوا بالاعلام دي ان هي تكون موجوده. الاتحاد الايراني بيهدد بشكل رسمي انسحابه من مباراه منتخب مصر الجايه في كاس العالم بسبب تمسك اللجنه المنظمه لكاس العالم في مدينه سياتل بقرارات. زي ما انت شايف كده هم عاوزين يقيموا المباراه دعما للمثليين، واحنا دولتين مسلمين ومش هنسمح بكده. وده اللي رفضه الاتحاد الايراني والمصري وبشده. اللي مش فاهم ولا مش عارف مين هم المثليين دول اللي هم علمهم متلون يا اخويا، الناس اللي بيتقال عليهم يعني استغفر الله العظيم الستات بتتجوز الستات والرجاله بيتجوزوا الرجاله. انا بقى ان اليوم اللي بيحتفلوا بيه ده وبيدعموهم بالشكل اللي انا قلت لك عليه ده هو نفس يوم المباراه. تاني يا ابن المدقه مش معنى احنا، ما انت عندك 50 منتخب ما لقيتش غيرنا احنا، ما احنا دول مسلمه ومش هنسمح بالكلام. بالدعم ده هيكون عباره عن ايه؟ زي ما انت شايف كده ان كابتن فريق من كل منتخب هيكون لابس شاره عليها علمهم يعني. وده احنا شفناه كتير بيحصل في مباريات في الدوري الانجليزي، بيكون اليوم ده بيتناسب مع جوله معينه او في ماتش معين فبيدعموهم. ايه اللي بيحصل تاني؟ على كل رايه عند الركنيه بيكون عليها علمهم. وفي المباراه الشهيره لليستر سيتي لما جيمي فاردي كده قام عامل الاحتفال بعد تسجيله للهدف وكسر الرايه اللي قسما بالله. بقى الناس اللي بتكون
تكون موجوده في المدرج ومعاهم الاعلام وبيحتفلوا باليوم ده مستحيل يحصل، والمو عمره ما هيلبس الشاره دي لو حصل ايه، لان هو رفض الموضوع ده كذا مره. وكمان ما فيش اي لاعب من المنتخب الايراني هيلبس الشاره برده، لان اصلا ده مش هيحصل. لحد دلوقتي ما فيش انسحاب رسمي من المنتخب المصري ولا الايراني، ولكن هو مجرد تهديد بس لو هم عملوا اللي في دماغهم. انسحاب كل المنتخبات العرب من كاس العالم تضامنا مع مصر بسبب الموقف اللي حاصل في المباراه الثالثه في مباراه مصر وايران. المنتخبات العرب كلها هتاخد قرار الانسحاب من كاس العالم، مش هيكملوا ماتشاتهم في كاس العالم. في منتخبات ودعت، لكن في منتخبات لسه مكمله زي منتخب المغرب اللي صعد رسميا، زي لسه ان شاء الله منتخب الجزائر يصعد، وان شاء الله منتخب العراق ومنتخب السعودي يصعد، ومنتخبنا المصري صاعد. تخيل لو تسمع خبر زي ده، تخيل لو المنتخبات العربيه كلها تنسحب من كاس العالم، اللي هو تقلب لهم الترابيزه. مش انتوا متحكمين، مش انتوا بتجبروا ناس وبتجبروا منتخبات وبتجبروا علينا حاجات وثقافات وحاجات معينه ومعتقدات خايبه بتجبرونا على ده. لا انتوا ما تجبروناش، انتوا ليه تجبرونا؟ ليه ما نقلب لهمش الترابيزه كلها؟ يحصل اللي يحصل، هيعملوا ايه يعني؟ هيعاقبك، هيقول لك انت محروم من كاس العالم اللي جاي. كاس عالم ايه؟ هو مش هيبقى فيها كاس عالم لو احنا عملنا كده اصلا. لو المنتخبات العربيه كلها عملت كده حرفيا مش هيبقى فيها كاس عالم. هيروحوا بقى يعملوا بطوله اوروبا ولا اي حاجه، مش هيبقى فيها كاس عالم. ده غير ان انت في منتخبات في اوروبا ومنتخبات في اسيا ومنتخبات في امريكا الشماليه والجنوبيه هتلاقيهم واقفين معاكم، منتخبات في افريقيا هتلاقيهم ان هم واقفين معاك. حتى لو ديانتهم ما بتقولش كده هتلاقي ان فيهم منتخبات على الفطره بتقول لك كده، هتلاقي فيهم منتخبات كتير جدا بتقف معاك. وساعتها حرفيا انت اللي هتجبرهم انهم يعملوا اللي انت عايزه، اللي هو الحريه الحقيقيه. انت حر وانا حر، انت حر في معتقداتك وفي اللي انت عايز تعمله، وانا حر ان انا ما اكونش عايز اشاركك في اللي انت عايز تعمله ده، لان انا ليا معتقداتي وليا ديني وليا مبادئي اللي اهم مليون مره من كره القدم نفسها. ليه العرب ما يقفوش مع بعض وقفه؟ وانا واثق والله العظيم ان كل المنتخبات العربيه شعبها وجمهورها ولاعيبتها كلهم يهمهم اكيد دينهم، يهمهم اكيد مبادئهم ورجولتهم اكتر بكتير جدا 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 من كرة القدم نفسها، اكتر بكتير جدا من كاس العالم، اكتر بكتير جدا من اي انجاز في رياضة او في لعبة اللي هي لعبة كرة القدم. اكيد دينك اهم بكتير جدا. شفنا المنتخبات العربية كلها في دعم اخواتنا وفي قضيه دعم اخواتنا كانوا بيبقوا عاملين ازاي، سواء فرق او منتخبات. شفنا اللعيبه العرب كلهم في كل حته. تخيل منتخب زي منتخب المغرب اللي كل نجومه في كل دوريات العالم لما يعلن انسحابه عن كاس العالم او يعلن تضامنه مع المنتخب المصري ان احنا رافضين اللي بيحصل ده، فيا نجبركم على راينا احنا يا اما انتم ما تجبروناش. فانا متضامن مع منتخب مصر في الفكره دي. يجي المنتخب السعودي كمان متضامن بدوري روشن بي بكل اللي موجود فيه منتخب السعوديه، وتلاقي منتخبات العرب كلها البدايه يتضامنوا مع المنتخب المصري ومنتخب مصر يرفض، ونجبرهم على اللي احنا عايزينه، مش هم اللي يجبرونا على اللي هم عايزينه. اقسم بالله حاجه ممكن اكون اسعد انسان في الدنيا ان فكره زي دي تتطبق او تحصل. معرفش ليه لا، معرفش ليه نكون في موقف ضعف وهم اللي بيجبروك على حاجه هم عايزينها. لا، انت اللي معاك الحق، انت اللي صح وهم اللي غلط. بعيد بقى عن الفكره نفسها ان هم كده غلط، سيبك من كده. لا، انا بتكلم على ان انت حر زي ما هو حر. هو حر في اللي عايز يعمله وانا حر في ان انا مش عايز اعمل ده، فاعمله انت في ماتشك انت، ما تجبرنيش عليه اكيد في ماتش انا. قول لي ايه رايك في الكومنتات، ايه اللي المفروض يحصل؟ واللي انا بقوله ده ليه مش سهل انه يتطبق؟ ليه تحس ان هو خيال؟ ايه المانع ان كل منتخبات العرب يعملوا كده ونقف مع بعض عشان ديننا وعشان مبادئنا؟ الاتحاد المصري بعت خطاب رسمي للفيفا بالرفض للعب في مباراة ايران بمساعدة ايران لو هيتم اقامة اللي انتوا عايزين تقيموه ده في المباراة. وكل الدعم مننا كلنا كمواطنين مصريين للاتحاد المصري. مش فارق معانا ايا كان العقوبة ايه، ان شاء الله ما نلعبش كورة تاني، بس اهم حاجة ما نعملش اللي هم عايزين يعملوه ده في المباراة، ونكون بس جزء بسيط في اللي عايزين يعملوه. احنا ولا مباراة فارق معانا ولا كاس عالم فارق معانا لو حاجة زي دي هتكون موجودة. سلام. ماتش مصر وايران اللي جاي احتمال الفرقتين ينسحبوا، وده بسبب ان هم عايزينهم يلبسوا شعار الالوان. ايوه اللي انت عارفهم، اللي هم زي ما انت فهمت كده. وده طبعا احنا ما نقبلوش لاننا احنا مسلمين، مفيش حد مسلم يقبل حاجه زي كده. بيقولوا احتمال كبير جدا ان الفرقتين ينسحبوا من الماتش ده. اليوم ده زي مقدس عندهم، ان هم بيحتفلوا بالحاجات اللي هم بيعملوها اللي انت فاهمها دي. طبعا غير الجمهور اللي هيوزعوا عليهم اعلام الحاجات دي، الملعب هيتزين بالالوان اللي انت فاهمها دي، وده طبعا احنا مش قابلينه. فعشان كده بيقولوا ان احتمال الماتش
الماتش ليه؟ الماتش ده يوم السبت اللي هو صباح الحد، يعني الساعه 6 الصبح. قول لي انت موافق ان هم ينسحبوا من الماتش ده ولا لا؟ ولو انسحبوا مصر هيبقى ايه موقفها في كاس العالم؟ هل هيخرجوهم وما يصعدوش دور ال 32 ولا ايه اللي هيحصل بالظبط؟ انا مش فاهم ازاي الناس دي تفكيرها كده. ربنا يرحمنا برحمته. وما تنساش تسمع من زيزو. هو فعلا منتخب مصر هينسحب من مباراة ايران وبكده مصر هتخرج من كاس العالم رسميا؟ هو ايه السبب اصلا اللي يخلي مصر تعمل حاجة زي كده وتضحي بانجاز تاريخي وتقرر ان هي تنسحب من المباراة وتخرج من كاس العالم؟ ايه السبب الكبير اللي يخلي منتخب مصر يعمل كده؟ وعلى فكرة الكلام ده مش منطبق على منتخب مصر بس، ده منطبق على منتخب ايران وعلى كل المنتخبات العربية اللي مشاركة في البطولة. انا بقى جاي اجاوبك على كل الاسئلة واوضح لك كل التفاصيل، بس في البداية ما تنساش تعمل اللايك الجميل والفولو المتين وتشير الفيديو ده لكل اصحابك. طبعا كلنا سمعنا في الساعات الاخيرة ان منتخب مصر مش عايز يلعب الجولة الثالثة وبيقرر وبيقول لو رست اننا ننسحب من كاس العالم هنسحب من البطولة كلها. طب ايه السبب اللي يخلي منتخب مصر يعمل كده؟ ان هو يعمل انجاز تاريخي هيفضل مكتوب بحروف من نور في كتب التاريخ لمنتخب مصر. احب اقول لك يا سيدي الموضوع باختصار ان اللجنة المنظمة لبطولة كاس العالم قررت ان الجولة الثالثة ماتشاتها كلها هيتم فيها رفع اعلام البسكليتات. انت متخيل؟ اكيد انت فاهم قصدي ايه، انا مش هوضح اكتر من كده. البسكليتات الرجاله العجل لا مؤاخذه يعني. مش بس كده، اعلام البسكليتات هتنزل ارض الملعب قبل بدايه اللقاء جنب اعلام منتخب مصر واعلام المنتخبات العربيه اللي هتلعب كلها في الجوله الثالثه. لكن اللي انا عايز اساله للجنه المنظمه، حضرتك دلوقتي انت عايز تدعم حاجه بحجه ان انت عندك حريات وبحجه ان انت عندك حريه في الراي. انا بالنسبه لي انا الراي ده مش موافق معاه. انت ليه تجبرني على حاجه انا مش عايز اعملها؟ مش انت اصلا بتدعمهم نصره لمبدا حريه الراي ومبدا ان كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه ما لم يضر؟ انت بقى دلوقتي بتضرني. انا مش عايز امشي على المبادئ دي مبادئ مش ماشيه مع ديني ومش ماشيه مع ثقافتي العربيه. انا مش معترف بالكلام الفاضي ده كله. طبعا احنا بالنسبه لنا كعرب الكلام ده يابا لا هياكل ولا يشرب معانا. بسكليتات ايه يابا اللي ندعمهم؟ لا يابا، دي حاجه بره عن ديننا، بره عن ثقافتنا العربيه، لا يمكن ابدا ندعمها. والغريب في الموضوع ان هم بيدعموا حاجه زي دي عشان خاطر حريه الراي. طب انا دلوقتي حريه رايي انا فين؟ انا مش هدعم الكلام الفاضي ده كله. لكن منتخب مصر بيصدر قرار وبيقول للجنه المنظمه مباراه مصر وايران لو هيتم فيها وضع الاعلام منتخب مصر مش هينزل ارض الملعب لا هو ولا المنتخب الايراني. وحتى بقى لو الموضوع وصل لفين، حتى لو الموضوع وصل ان منتخب مصر يعتبر خسران اللقاء او اللقاء هيتلغي او حتى كمان ان منتخب مصر هيخرج من كاس العالم، منتخب مصر مش هيدعم حاجه اسمها بسكليتات يابا. انا عارف ان انت لو جيت عرضت على المنتخبات العربيه كلها تاخدوا كاس العالم في مقابل ان انتوا تدعموا البسكليتات وتدعموا الفكره الشاذه دي اصلا، انا عارف ان المنتخبات العربيه هتتجمع وتقول لك لا يا باشا انت لو عايز تخرجنا من كاس العالم خرجنا، لو عايز كمان ما نشاركش في اي بطوله رسميه خرجنا، ما تخليش نشارك. لكن ان احنا ندعم فكره زي دي ده مبدا مرفوض تماما عند كل العرب ومبدا مرفوض عند كل المنتخبات العربيه اللي هتكون في البطوله. عشان كده انا متوقع ان الجوله الثالثه هتشهد ان هيحصل فيها بنسبه كبيره مشاكل كبيره جدا، ان مفيش ولا منتخب عربي هيقبل بنزول علم من علام البسكليتات دول جنب اعلام المنتخبات العربيه، او هيكون في المباراه اللي المنتخب العربي هيلعب فيها. المنتخبات العربيه بترفض الامر ده بشده جدا. عشان كده اللجنه المنظمه المفروض تراجع هي قراراتها وتشوف قراراتها المفروض تمشي ازاي بشكل اوضح من كده، بشكل مريح للجميع. انت عندك وجهه نظر مش هينفع تفرضها عليا، لان انت اصلا وجهه النظر دي ان انت بتنادي بحريه الراي وبحريه التعبير. طيب احنا دلوقتي مش قابلين، احنا حاجه دي بره ثقافتنا بره مبدأنا العربي، حاجه احنا مش معترفين بيها اصلا، ما ينفعش ان احنا ندعمها اساسا. انت بقى اكتب لي في الكومنتات من وجهه نظركم لو فعلا ان اللجنه المنظمه اصرت ان مباراه مصر وايران هيتم فيها رفع اعلام المثليين، انت من وجهه نظرك شايف ان انت منتخب مصر يلعب المباراه ويصعد من دور المجموعات ويعمل انجاز كبير، ولا منتخب مصر ياخدها من قصرها وينسحب من البطوله ويسيب لهم كاس العالم؟ اكتب لي انت في الكومنتات من وجهه نظرك ايه اللي المفروض منتخب مصر يعمله. طب اللي هو ازاي يعني؟ ايه القرف ده؟ يعني ايه القرف ده يا جماعه؟ احنا ما نلعبش الماتش ده خلاص يا باشا، احنا اتأهلنا يا باشا بالاربع نقاط. الاتحاد الدولي يقرر ان هو هيحط علم الزفت ده في مباراه مصر وايران. لا يا باشا احنا ما نلعبش يا باشا، لا يا باشا مش ما نلعبش يا باشا، احنا رجاله قوي، احنا رجاله قوي. ايه القرف ده يا جماعه؟ لا يا باشا احنا ننسحب خلاص. ايه ده؟ يقول لك اشمعنى يعني في ماتشنا يعني احنا وايران يعني عاوزين تطفشونا يعني ولا ايه؟ مش فاهم. لو اضطر المنتخب المصري إلى الانسحاب من كأس العالم كله مش من هاي المباراة فقط راح يعملوها، لأنهم لن يقبلوا بهذا الفعل المشين، ولن يقبلوا بأن يكونوا هم من يدعم هذه الفئة من الناس. وكلنا عارفين أنه أهل مصر هم أهل دين، فلو كان الانسحاب هو الحل فليكن. وأنا متأكد أنه لاعبين المنتخب المصري لو القرار بإيدهم بينسحبوا قبل هاي المباراة. مستحيل يقبلوا بهيك شيء يصير في مباراتهم القادمة، ومتأكدين أنهم لن يقبلوا أبدا السماح لهذه المهزلة بأن تحصل في مباراة خص المنتخب المصري. كلنا ثقة بالمنتخب المصري والاتحاد المصري في اتخاذ القرار المناسب لهذه المباراة. كل التوفيق للمنتخب المصري وكل الأمنيات لأنهم يعملوا بطولة عظيمة.
وايه العلم المقرف اللي هيترفع في ماتش مصر وايران ده؟ الاعلام الامريكي بيقول لك ان السماح برفع الاعلام المثاليه في خلال مباراه مصر وايران وده احتفال بقاله 50 سنه ولازم يتعمل. يعني يوم ما يتعمل في ماتش مصر بالذات، وايه القرف ده؟ والملعب هيتزين بالاعلام المقرفه دي ليه؟ وليه اصلا يبقى عندي انا كده في الملعب؟ اشمعنى في ماتش مصر وايران وبالذات سياتل اللي انا رايح العب فيها يحصل فيها الاحتفالات المعفنه دي؟ وان شاء الله باذن الله السجله دي هتعاد من جديد في ماتش ايران بعد ما نكسب وسط كل الاعلام المعفنه دي. اقسم بالله اللي هيحصل ده في منتهى القرف. اخوان، المباراه اللي هتلعب فيها ايران ومصر الاخوان، هاد المدينه غيكون فيها الاحتفال ديال الالوان ديال الشواد، وغيدخلوا حتى التيران الاخوان، غيحتفلوا مع الشحاتين بالاعلام ديال الشواد. غيكونوا هذا ضمن البطوله ديال الشواد وعزلوهم اخوتي، والله الا عزلوهم. شافوا اليوم هذا الماتش زوين يكونوا فيه حتى الايرانيين، والله الا زوينه. ودابا هادو بجوج اعترضوا على باش ما يديروش لهم الاحتفالات، ولكن هما قالوا لهم لا، الفيفا كتأيد هذا الشيء. الا كتقول لك لما بغيتيش حتى يكون الاحتفالات ما تجيش تلعب حتى في هذا الكاس. سالينا، وروني دابا شنو غديروا. وازلوا ماتش زوين هذا، والله تعزلوا ماتش ادي الدنيا. حنتوما عزيزين دابا يلاقيو حسن مع ابراهيم حسن، راهي وسكينه تا هما غيكونوا تمايا. وما كنتمرقنش الخوتي، سيروا قلبوا راه غتلقاوها. غيكون داكشي ديال الشهوات. ديما لك راجل كيبوس في راجل في هذا الماتش، اعوذ بالله. تتبان لك مرا عادي في هاد التيران الاخوان، غتشكلط تمايا. عطوني رايكم اخوتي، والله الا عزلوه ماتش زوين هذا. تحياتي لكم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني انتوا سايبين ماتشات الدول كلها والدول اللي بتحب الحاجات اللي مؤاخذه كلها والحاجات الشمال كلها، وجايين في ماتش مصر وايران اللي تحطوا لنا فيه اليوم المثليين. ايه ده؟ هي دي كرة يعني؟ انا مش فاهم. يعني انتوا شايفين ان دي كرة؟ انتوا عاملين ده عشان الكرة؟ مال الكرة باللي انتوا بتعملوه ده؟ والله العظيم الماتش ده احنا لو ما لعبناه يبقى شرف لاي حد، اقسم بالله. ان شاء الله نطلع من البطوله كلها، ان شاء الله تلغوا مننا البطوله الجايه عادي، مش فارقه، احنا اصلا متعودين. انا مستغفر الله العظيم يا رب. طيب، اخر تطورات الماتش بتاع مصر وايران دلوقتي، ايران طلعت زي بيان مشترك كده بينها وبين مصر، وقالوا احنا بينا عادات مشتركه وديانه واحده، فبالتالي الحاجات دي احنا ما نسمحش بيها اطلاقا. وامبارح طلع عمده المدينه بتاعت سياتل وقال احنا هنقيم الفعاليات دي غصب عنكم وهنفضل عاملينها، وان ديت اتحددت من ساعه ما عرفنا ان في ماتش هيتلعب عندنا في اليوم دوت، سواء كان مين طرف كان هيحصل. قالوا انتم مش هتقدروا تذيعوا، ما تذيعوش الماتش عشان تخبوا العلم اللي احنا هنحطه. والفيفا قالت احنا مش طرف، ده طرف اللجنه المنظمه للبطوله. فلغايه دلوقتي الامور لسه شغاله وفي كلام، بس لحد دلوقتي مفيش حاجه اسمها انسحاب، مفيش حاجه اسمها ماتش مش هتلعب، لان دي هتبقى كارثه. مفيش اي حاجه من حد جدي لحد دلوقتي. مباراة مصر وإيران يا أمريكا بتعمليها إزاي؟ يا جدعان سيبونا في حالنا، سيبونا في حالنا. ليه لازم ندخل الأجندات؟ ليه لازم ليه لازم تثبتي إن أنت اليد العليا؟ لازم تثبتي قوتك وسيطرتك وهيمنتك على كأس العالم بالشكل ده؟ بالشكل اللي ينافي أخلاقنا وديننا وكل حاجة؟ حرام والله يا جدعان. ليه نشوف بروتوكول العالم المثلي يظهر في ماتش مصر وإيران؟ ليه؟ عشان إيه وعشان مين؟ هو علشان إحنا ما بنحبش المجتمع ده فانتوا تجبرونا عليه؟ وكالة انباء في امريكا بتقول لك دي مباراة الفخر، برايد ماتش. انا مش شايف ان هي مباراة فخر في اي حاجة الصراحة. ممكن نسميها مباراة العار، مباراة القرف، مباراة زفت الطين، فاهم؟ وفي كلام طالع ان احنا ننسحب ونمشي، وان ده هيبقى فخر لينا ان احنا ننسحب في وضع غير مريح لينا، حاجة بتنافي الدين وبتنافي الاخلاق بتاعتنا يا جدعان. المجتمع بتاعنا احنا ما بنحبش المجتمع ده، معروفه سكه ودغري. ما تجبروناش يا جدعان، احنا رايحين نلعب كوره، ليه ندخل بقى الدنيا دي في بعضها؟ قال لك على الرغم من ان الاتحاد المصري قدم شكوى والاتحاد الايراني قدم شكوى بسبب الموضوع ده، فاللجنه المنظمه اقرت ان هي هتعمل احتفالات وبالتزامن مع المباراه داخل وخارج الملعب بالعافيه، عافيه ذوق. قلت لك اللجنه المنظمه المحليه في سياتل، احنا كده بنعمل الاحتفال ده من زمان، من 2007 بنعمل حاجه اسمها برايد فيست، حاجه كده المدينه كلها بتهق وتمق مع بعضيها، بتمسك العلم ده وتهق ومق. فاحنا ملناش دعوه باللي بيجرى جوه الاستاد وفي الفان زون، دي تخص الفيفا ملناش دعوه بيها. لكن بره الاستاد وفي المدينه في شوارع المدينه لينا الحق ان احنا نعمل اي حاجه.
نمسك الاعلام دي، نمسك اي حاجه بقى، انت خيالك بيروح بقى، فاهم؟ موضوع غريب قوي يا جدعان، مش عارف رايكم فيه ايه بصراحه، بس انا شايف ان قرار الانسحاب ده مش اصح حاجه، وفي نفس الوقت انا مش مطمن للي هيحصل في المباراه والمنظر العام. يعني اخر مباراه في المجموعه واحنا رايحين نلعب كوره، احنا مش رايحين نعمل الحاجات دي يا جدعان، ملناش دعوه بالقصه دي. انا من رايي ملناش دعوه بالقصه دي تماما. احنا ليه يعني ندخل الكلام ده في الكلام ده؟ يا عم المدينه تحتفل بعيد عننا، ملناش فيه. وفكره ان احنا ننسحب دي برضو يعني مش فكره، مش احسن حاجه، يعني مش احسن حاجه، بس لو اجباريا وحاجه ضد ديننا وضد اخلاقنا فعادي يا اسطى، يعني مش هنزعل لو انسحبنا. سلام. ده هيكون منظر ماتش مصر وايران في بدايته، هيكون في علم اللي انتوا شايفينه ده، وهيكون في دعم للموضوع ده كله يوم ماتش مصر وايران. انا والله العظيم ما عنديش مشكله لو مصر انسحبت من الماتش ده وانسحبت من البطوله كلها، حاجه بتخالف الدين بتاعنا وبتخالف الثقافه بتاعتنا وبتخالف البيئه اللي احنا عايشين فيها حتى. واكيد الموضوع ده متخطط له من امريكا، ان هم في الماتش ده بالذات يعلنوا دعم الناس اياهم دول في ماتش مصر وايران، بلاد اسلاميه وبلاد عربيه، فطبعا مفيش فرصه اكتر من كده ان هو يحسسك بالضغط وان هو يفرض سيطرته عليك في ماتش زي ده. فانا اتمنى لو مصر ما وصلتش لحل وايران ما وصلوش لحل في الموضوع ده، اتمنى من كل قلبي مصر ما تلعبش الماتش ده.